وانا بدي ما في غير بالفيرجن منه. شو هو الكتاب؟ هيدا. فراح جاب لي اياه وقتها نزل على بيروت وجاب لي اياه. فقت الصبح تاني يوم بلاقي ماما حنت لي كيس هيك، بتقلي لي هيك ما بعرف، فقت لقيت هيدا الكيس على الباب، اكيد هي لقالك انه هيدا انت بتقري هو الكتب. قلت لها انا ايه مين حاطه، عرفتي؟ قالت لي شو بعرفنا هيدا اكيد معجب سري. حاطت لك اياه على الباب وفالي. نقيت اعمل صحافه لانه كنت شاطره كتير بالعربي بالمدرسه، باخر سنتين تقريبا من المرحله الدراسيه كنت كتير شاطره بالعربي. فاستاذ العربي عندي اقترح انه ليه ما بدرس صحافه او محاماه، فقررت اني خوض امتحانات الصحافه، انقبلت فيها وبلشت ادرس بهذا المجال. هلا طفولتي ما بلشت فيها حب اقرا كتب، ما كنت حب اقرا كتب كثير ولا حب انه طالع، ما كنت هيدا الولد اللي بحب يمسك كتاب وبيقعد يقرا. ما بعرف ليه بوقتها اللي كنت هيك، بس لما بلشت اكبر اوعى تقريبا يعني اول ما بلشت بسن النضوج قررت انه او اكتشفت انه الكتاب هو صديقي عن جد الصدوق، صديقي اللي بفيدني، الصديق يلي بقدم لي النصيحة، خاصة إذا نقيت الكاتب الصحيح، يعني الوجهة الصحيحة للقراءة. فوقتها اكتشفت كاتبة عربية صرت أعشقها، صارت بالنسبة لإلي يعني أمل حياة، هي اللي بتقدم لي النصيحة، هي يلي وعتني، يلي فهمتني الحياة بطريقة غير مباشرة. من وراء ألمها قدرت اني اكبر اذا بدكن سنتين ثلاثة من عمري. احلام مستغانمة، كاتبة جزائرية عربية. أول كتاب قريته لأحلام كان نصيحة من رفيقتي قالت لي إنه اقري ذاكرة الجسد، اعطتني اياه، يعني عرضتني اياه للكتاب وقالت له قري قصة كتير حلوة ومشوقة ورح تعجبك. قريتها، بتذكر انه خلصتها بيومين، كان رقم قياسي بالنسبة لي اني اخلص قصة بهالوقت السريع. ركضت على المكتبة، اشتريت باقي الاجزاء، فوضى الحواس وعابر سبيل، خلصتهم كمان تقريبا بجمعة هدول 3 كتب. ومن وقتها بلشت حكايتي مع أحلام وحكاية حبي لإلها وتعلقي بكتاباتها، صرت انطرهم من السنة للسنة، وللأسف هي منا دوميمة بالكتابة، يعني بتخلينا نشتاق لها كتير. من 2 3 يعني كل 3 سنين 4 سنين لتنزل كتاب. لما نزل كتابها الرابع يلي هو نسيان، رح فرجيكم عليه، نسيان.com. هيدا الكتاب عن جد يعني ما في اقلكم قد ايه اعطاني قوه او حصنني تجاه الرجال، يعني اعطاني قوه شخصيه بعلاقاتي. يعني اذا بدي خوض تجربه حب كان هو اذا بدكم عمود الاساس يلي انا كنت عم بتكي عليه كرمال خوض هيدول او خوض هيدي التجربه يلي عشتها بتجربه الحب. فنسيان.com بيحكي عن المرأة، عن قوة شخصيتها، كيف بدها تتعامل مع الجنس الآخر قدامها، علاقتها معه، حياتها معه الكاملة. فهيدا الكتاب أعطاني قوة رهيبة برقم قياسي. عدتها بذكر عدتها يمكن شي 5 مرات لهيدي القصة أو لهيدا الكتاب، أنا عدته 5 مرات مش أقل من 5. أما الكتاب الأخير يلي نزلها الأسود يليق بك، هيدا كتير عزيز على قلبي، له قصة كتير حلوة ومهضومة صارت معي. أول ما تعرفت على جوزي بأول علاقتي، يعني أول ما بلشنا نحكي أنا وياه، نزل هيدا الكتاب. أنا كنت بعيش بمدينة ما بيتواجد فيه محل بيعه لهيدا الكتاب، فكان بدي إياه بشغف، يعني كنت حأنزل أنا بنفسي روح جيبه. فبفاجئني بعد يمكن يومين مما عرف إنه أنا بدي هيدا الكتاب، تاني يوم الصبح بلاقي فيه كيس على الباب بقلبه رواية الأسود يليق بك. حبيته أكتر
وحبيتها للرواية، بتابع اخبارها وبعرف وين بتكون وبقرا لها. الكتاب كثير غالي وكثير ثمين بالنسبه لإلي. يعني انا ببيتي لما عملت البيت كان في هيك بالحيط محل ما بنقعد مثل فسحه، كانوا بدهم يسكروا لي اياها، فطلبت انه ما تتسكر كرمال انا احط فيها الكتب اللي قريتهم بحياتي، كل الكتب اللي قريتهم ينحطوا بهيدي الفسحه. فالكتاب كثير غالي. وتعلمت شغله كمان كثير طريفه اذا بدكم من ورا الكتب، انه ما بحياتي اعير كتاب لحدا، لانه كل ما كنت اعير كتاب لاقيه يختفي وما يعود يرجع. كرمال هيك صرت امشي على سياسه انه الكتاب مثله مثل السياره مثل البيت ما بينعاروا، ومن وقتها ما بقى عرت كتاب لولا حدا من اصدقائي، وصاروا كثير ينعتوني يقولوا لي انه انت كثير لئيمه وليه ما بتعيرينا. بس انا كثير صرت متعلقه بالاوراق اللي وريتها بيوم من الايام. يعني انا ممكن هدول الكتب وريتهم لبناتي.